يلا بينا نشوف ورشتنا ونشوف هنحضر خامات ايه عشان نعمل شنطتنا الجديدة. موديل جميل جدا وراقي قوي قوي قوي. يلا بينا. انا محضرة ده خرز كريستال مقاس 8. ده الغزالة يا بنات، لمعته طبعا لا يعلى عليه بجد. الغزالة بحبه قوي في الكريستال بغض النظر عن اللولي، ما بحبوش فيه. نص كيلو. عايزه خيط مقاس 70، عايزه تبقى جامده كده وماسكه نفسها. عايزه المقص والبنز، وعايزين 2 مغناطيس، مش واحد، عايزين 2 اهو، 2 مغناطيس. ويلا بينا نبتدي ورشتنا على خيرة الله. انا عايزه الشنطه عرضها 24 سنتي، فهنشتغل بقى ونقيس بالمسطره بتاعتنا لحد ما نجيب ال 24 سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعملها بالطريقه الجديده برضو اللي كتير كانوا طالبينها مني وعايزين نعمل ورشنا معظمها بالطريقه دي. حاضر من عينيا. يلا بينا طالما الطريقه دي مريحاكم. عموما انتوا عندكم بالطريقه التانيه اكتر من 100 موديل، فان شاء الله كله يبقى موجود عندكم على القناه. هبتدي ب4 خرزات. واربط دخلي الربطه كده في النص وشدي شده جامده كده، وبعدين هنبتدي نكمل. هشتغل بقى غرز بالعرض عشان اعمل عرض الشنطه اللي انا محتاجاه. هشتغل على طرفين الخيط، طرف هحط 2 والطرف التاني هحط 1. تاني طرف هحط فيه 2 وارجع واعمل الحلقة بتاعتي. والطرف التاني هحط 1. نزلي كده الخرزة لتحت وشدي، كون لك عقدة كده بره، زقيها. تاني 2 في طرف، والناحية التانية هحط 1. هفضل اشتغل 2 في طرف و1 في طرف لغاية ما اعمل العرض اللي انا عايزاه. هعمل معاكم 1 كمان اهو، 2 في طرف، وارجع واعمل الحلقة، وبعدين ادخل الطرف التاني واحط خرزة اهو. تمام كده. كرري بقى الحكايه دي ايه لغايه ما تعملي العرض اللي يناسبك في الشنطه اللي انت عايزاها. انا زي ما قلت لكم انا عايزه عرض الشنطه 24 سم. انا هكمل وارجع لكم في اخر غرزه.
دول 22 غرزة، وهطلع بال23 طرف خيط، طرف من الخيط، وتحطي فيه 3 كلهم مرة واحدة. تمام، 3 كده مرة واحدة، وتعملي الحلقة بتاعتك وتدخلي الطرف التاني وتربطي كده وتدخلي الرابطة جوه الخرزة وتشديها جامد. تمام كده. كام سنتي يا طنط هناء؟ يلا نشوف مع بعض يا حلوين. هي 24.5، يعني 24.5. هي انا كنت محتاجاها 24، فلما نزود نص مش حكايه. تمام، عشان انا عايزه العدد يبقى فردي بيريحني في تركيب المغناطيس. نطلع بقى على سطر جديد. هحط 3 في بدايه السطر. تمام اهو، 3 في بدايه السطر كده، وارجع واعمل الحلقه بتاعتي واربط اهو. وبعدين هدخل في الخرزه اللي جنبها اللي هي بالعرض دي، تشدي خيطك، الخيط اللي من تحت هو اللي بيعدي في الخرز اللي تحت، واللي فوق هو اللي انا بحط فيه الخرز. هحط 2 هدخل في اللي جنبيها من تحت اهو بالخيط اللي تحت، وهحط برضو 2، وهفضل ماشيه بنفس الطريقه. ادخل في خرزه من تحت بالخيط اللي تحت، والخيط اللي فوق احط فيه خرزتين، وارجع اعمل الحلقه بتاعتي واربط وادخل الربطه كده في نص الخرزه واشد. تمام، هعمل نفس الحكايه لغايه ما اوصل لاخر غرزه وارجع اقول لكم هنعمل ايه. وصلت كده لاخر غرزه عندي في السطر. دخلت الخيط من تحت في الخرزه، اقلبي شغلك الناحيه التانيه كده عشان احنا هنشتغل بالخيط الايه اللي هو تحت ده. هحط ايه؟ هحط 2. اتمنى الطريقه دي تكون واضحه وسهله كده على المبتدئين اللي عايزين يشتغلوا ورايا الشنطه غرزه غرزه. دي اسهل طريقه يا بنات. هحط بقى 3 بدايه سطر جديد عادي بقى خالص زي السطر التاني. هعمل التالت والرابع والخامس اهو، 3 في اول غرزه واربط اهو. تمام، واجمد شغلي، وبعدين ادخل في خرزه خرزه واحط 2. اهو تمام يا بنات. هتدخلي بالخيط من تحت في الخرزه وتحطي من فوق خرزتين واربط خرزه، ومن فوق احط 2 واربط، وافضل ماشيه لغايه اخر غرزه زي ما وريتك من شويه، وادخل بالخيط في الخرزه من تحت واقلب شغلي وامسك الخيط اللي تحت هو اللي احط فيه 2 عشان اطلع على سطر جديد. هكملهم 5 سطور اللي هم القاعده بتاعتي، ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده خلصت ال5 سطور يا بنات. يلا بقى نعمل الدور رباعي واقف داير ما يدور عشان نشتغل الشنطه بتاعتنا. انا عملت كده القاعده، هبتدي دلوقتي اشتغل جسم الشنطه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المكان اللي انت واقفه فيه عادي، انا بس عشان الخيط بتاعي خلص فحطيت خيط جديد.
اكتبي لي كده بتتابعيني منين يا قمر في الكومنتات. ما تنسيش اللايك حبايب طنط هناء، ما ينسوش اللايك وتعليق كده حلو منك، وصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، وقولي لي بتتابعيني منين يا قمر. هحط 3 خرزات في الاول اهو، اول السطر، واربط. بس السطر ده هيبقى ايه؟ واقف، رباعي واقف. اشوف الخيط بتاعي كده ايه قد بعض عشان نكمل. بسم الله. تمام. ادخلي بقى في خرزه خرزه برضو، هنحط 2 بس هيبقى رباعي واقف اهو. هدخل في خرزه بالخيط من تحت، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط خرزتين في الخيط اللي فوق. تاني خرزة من تحت، واحط خرزتين فوق واعمله رباعي واقف. غيرت لكم الخلفية عشان الشغل يبقى ايه باين اكتر. هدخل في خرزة واحط 2 احط خرزتين، وهكذا يا حلوين. خرزة خرزة واحط خرزتين واربط، جمد شغلي وانا بشتغل واشد عشان الهواء اللي جوه العقدة يطلع. وهلف داير ما يدور. طيب انا هشتغل بقى، هدخل في خرزه خرزه كده واحط 2، ولما اوصل لاخر غرزه هنا هقولك ازاي هنحود الناحيه دي ونخلصها مع بعض. وصلت لاخر غرزه هدخل فيها برضو، مش هقلب شغلي ولا اي حاجه، انا هشتغل عادي خالص. نفس الخيط اللي انا بحط فيه الخرز هكمل بيه. تمام. وبعدين الف كده وادخل في الخرزه من تحت واكمل عادي برضو. الخيط اللي من فوق اهو هحط فيه 2، مفيش اي تغيير في الشغل. سور داير ما يدور، خرزه خرزه وتحطي 2، ولا هتقلبي شغل ولا هتعملي حاجه.
الجهة دي ده تقفيل الجنب. حلاوة الطريقة دي ان انتي بتعملي جسم وجنب وكله مرة واحدة. تمام، ادي 3. الغرزة اللي جاية الرابعة، عندي الجنب 5. وادي ال5 اخر غرزة في الجنب عندك اهو. هحط برضو خرزتين. طيب خلصت الجنب، خلصت السطر قدام، خلصت ناحية جنب. لفي يا ست الكل شغلك كده. هاتي السطر ده ناحيتك، ولا هقلب خيط ولا هقلب حاجة، زي ما انا شغالة بالظبط. الخيط من تحت هيدخل في الخرزة من تحت، واللي فوق هحط فيه 2. شدي كده وانت بتشتغلي شدة جامدة عشان العقدة يبقى طالع منها الهواء. هعمل ايه تاني؟ هدخل في خرزة خرزة، نفس شغلنا، مفيهوش اي تغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا ايدي تعبانه مش عارفه ازق، بس الحمد لله طالما قادرين نشتغل نقول الحمد لله. واحط خرزتين وهكذا امشي للاخر، خرزه خرزه واحط 2 لغايه هنا، وبعدين هنحود هنا. لما نيجي نحود من هنا هخلص معاكم بالسطر ده ونطلع اوريكم ازاي نطلع على سطر جديد. وصلت اهو لاخر خرزه في السطر ده، هحط 2 عادي زي ما انا ماشيه، مش هغير حاجه، مش هغير الخيط، زي ما انا ماشيه بالظبط. اهو تمام. فاضل لي الجنب ده، اقلبي شغلك كده يا ست الكل. الخيط عادي زي ما انا ماشيه، اللي من تحت هيدخل في الخرزه اللي تحت اهو تمام. الخيط اللي فوق هتحطي فيه خرزتين. ادخل في الخرزة اللي جنبيها وبرضه هحط 2.
شدي كده طلعي الهواء من العقدة. وادي الغرزة التالتة. وادي الرابعة. افيدي. اللي جايه دي اخر واحده في الجنب، هتدخلي فيها وتطلعي الخرزه اللي واقفه دي اهي. يبقى معاكي 3 خرزات، تحطي عليهم خرزه. تمام كده طلعت على سطر جديد. اهو كده السور بتاعي اهو، 5 في الجنب من هنا و5 في الجنب من الناحيه التانيه، وادي امام وخلف. هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل تاني داير ما يدور سطور بقى. هتلفي تاني زي نفس الطريقه اللي انا لفيت بيها دلوقتي، 3 في اول غرزه، ولفي يا ست الكل شغلك كده، وادخلي في الخرزه دي. هنعمل معاكم الخرزتين دول. ادي اول غرزه اهي، هحط 3 اهي. تمام شدي خيطك، لفي، ادخلي في الخرزه اللي عليها الدور. معايا 2، حط عليهم 2 اهو. تمام عايزه اتاكد العقده هتدخل عشان لما اجي اتوه خيطي، لو لقيت الخيط ما بيعديش تاني في الخرزه، قرب ما الخيط بتاعك يخلص كده هتشتغلي تبديل بالخيط عشان تعرفي تتوهي الخيط في اخر غرزه. تمام بس يا حلوين، غرزتين خرزتين خرزتين خرزتين، تلفي خرزتين، تلفي بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين فيها في الصف الاولاني. هتمشي سطور داير ما يدور لغايه ما تعملي الطول المناسب للشنطه اللي انت عايزاه. هخلص وارجع اقول لكم هنعمل كام سطر للشنطه.